النهارده هاوريكم واحدة من أحلى الطرق بتاعة التتبيلات الفراخ اللي أنا استخدمتها. هاكتب لكم كل الأعشاب العطرية اللي أنا استخدمتها تحت الفيديو. حاولوا تجيبوا منها الفريش على قد ما تقدروا أكتر من الجاف، وزودوا الملح والفلفل وزيت الزيتون. ولو بتحبوا نكهة الليمون زيي ممكن تضيفوا ليمونة أو نص ليمونة قطع صغيرة وادمجوها مع الأعشاب العطرية. هنفتح الفرخة بالمنظر ده عشان تستقبل أكبر قدر من الزيوت العطرية ويطلع طعمها مميز. وهنعمل لها مساج في كل حتة في جسمها كده عشان تستقبل طعم الزيوت العطرية كويس. الزبدة اللي هنحطها بين الجلد واللحم هتخلي اللحم من جوه جوسي والجلد بتاع الفراخ كريسبي. هنقفل الفرخة بطريقة كويسة ونخليها عروسة كده، ونحطها في صينية ونزود لها بصل، جزر، راس من التوم بقشرها، وكمان قطعتين من الزبدة. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200، هتقعد تقريبا ساعة من غير ما تتغطى وهتطلع بالشكل الفظيع ده. هناخدها بقى على جنب عشان عندنا دلوقتي الصوص الرهيب اللي احنا هنستخدمه بالخضار اللي كان تحت الفراخ. هنحط معاه معلقة من الدقيق ونحمره كده، نشم ريحة الدقيق ننزله في أي حاجة عشان نضربه ونعمل منه حاجة شبه الجريفي صوص. وبعدين نرجعه تاني في الصينية ونظبط الملح والفلفل والمية عشان الصوص يبقى قوامه كويس ونرجعه. وكده بقى عندنا أحلى صوص هيتاكل جنب الفراخ والرز. أنا عملت للفرخة فرشة كده من الرز وورق العنب وكان طعمها رهيب. جربوها وادعولي.